T-H-E the T-H-E the. احنا اتعلمناها كده، وعلى فكرة هي صح كده. but generally not always، بشكل عام هي the، لكن مش دايما. ايه اللي خلاها مش دايما؟ firstly let me tell you that this word اللي هي the دي بنسميها definite article، يعني أداة تعريف بتعرف حاجة specific، مش أي حاجة، بتعرف حاجة معينة، بنسميها definite article. والآن indefinite articles، يعني أدوات تنكير. طيب ده المعنى. أما النطق مش هينفع طول الوقت أقعد أقول the لا. Number one, if this word أو لو الكلمة the دي قال التعريف دي جا وراها if it is followed by a word، الكلمة اللي وراها بتبدأ ب consonant. consonant هو أي حرف ساكن من ال 26 حرف أبجدي بتوعنا، منهم 21 consonant sounds. خلاص؟ زي ال M وال N وال S وال P وال B وال G وال J وال K وال L there are many. طيب يبقى الكلمة لو بدأت بواحد من السواكن دول هنقول the عادي جدا. the book, the board, the teacher, the house, whatever. أما لو الكلمة بدأ ب one of the vowel letters، اللي هم ال vowel letters الخمسة اللي عندنا A, E, I, O, U. If the word begins with one of these يبقى هنكسر كسرة خفيفة هنقول إيه؟ the apple, the elephant, the egg, the orange. عشان ما ينفعش يبقى شوا صوت خفيف مع متحرك، هيفقد المعنى، هيفقد صوابه، فلازم اكسر شويه عشان ابين الكلمه دي، عشان ابين الفاول لاتر ده كويس. خلاص يبقى عرفنا ان this THE this definite article الكلمه دي ليها نطقين. one time بتبقى the other time بتبقى the تدريب